عمره عامان ولا يتجاوز وزنه 4 كيلوغرامات. إنه الطفل اليمني عبد العزيز هادي، حيث عجز والداه عن توفير الغذاء له. بالنسبة لكثير من اليمنيين في الأرياف فإن مجرد التوجه للعلاج في المدينة أمر مستحيل. ومنذ اندلاع الثورة الشبابية السلمية في اليمن ارتفعت أسعار المواد الغذائية والوقود بشكل كبير، وإذا مرض طفل فإن الحصول على البنزين مهمة صعبة لنقله إلى مستشفيات المدينة، وعورة الطرق وتكاليف العلاج الباهظة مشقات أخرى. 50,000 تكلف. أيوة صعب جدا جدا. كثير من الأطفال من القرية ذاتها يعانون من نفس الحالة. جمعة عبده وزوجها فقطا طفلين العام الماضي بسبب سوء التغذية. عشان نعالج تعبان وحالتنا تعيبة، ما فيش معانا شيء. ومما يفاقم المشكلة تكاليف نقل المواد الغذائية وانعدام الأمن. لنقل المواد الغذائية فإن الشاحنات بحاجة إلى وقود. الغذاء متوفر في كل مكان لكن أسعاره باهظة. أتساءل كيف يمكن لسكان المناطق الريفية شراء المواد الغذائية إذا كان مكلفا بالنسبة لهم. كثير من الناس فروا من المواجهات في مناطقهم، لكنهم تسببوا في زيادة الأعباء على مضيفيهم، فكان الاعتماد على وكالات الإغاثة الخارجية لإطعامهم وسد رمقهم.